اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جايبه لكم كنتاكي لحد البيت. هعمل لكم الفراخ البروستد بطريقه كنتاكي وطريقه المحلات، طريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا، مش تاخد مننا وقت خالص. طبعا انتوا عارفين ان الصيف طلع والحر طلع، ومش عايزين بقى طبيخ وعايزين الحاجات دي، عايزين نعمل حاجات سهله وسريعه كده الولاد يحبوها وما ياكلوهاش بره. عايزين نشجعهم على انهم ياكلوا الحاجات دي في البيت. اول حاجه هعملها، انا معايا هنا فرخه بقطعها 8 قطع او 10 قطع زي ما تحبي على حسب حجم الفرخه. اول حاجه طبعا بغسلها في محلول النقع كويس جدا، وبعد كده باخدها ببوس سكينه رفيع وابدا اخرمها بالشكل ده. اخرمها من كل الجهات عشان المحلول بتاعها الانسجه بتاعتها تطرى وتبقى كويسه في المحلول النقع. بعد كده هنقعها في ميه تاني، معلقه سكر، معلقتين خل، معلقه ملح، وهسيبها حوالي ساعه في المحلول ده ومعاهم ليمونه، واسيبها حوالي ساعه او ساعتين عشان خاطر الانسجه تتفتح معايا واي دم او اي حاجه فيها يخرج منها وتبقى نظيفه واحنا بنعملها. لان انا هنا مش هسلقها، هعملها زي ما هي كده. هجيب بقى البولتين، احضر بولتين معايا، واحده هعمل فيها تتبيله سائله وواحده هعمل فيها تتبيله جافه. اول حاجه هجيب هنا كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا ومع نص معلقه بيكنج باودر. وهجيب بقى البهارات بتاعتي اللي هي فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، ولو عندي كاري، شويه جنزبيل، وهحطهم على الدقيق والنشا. وشويه ملح طبعا، واراعي ان الملح هحط في البولتين ملح، وكوبايه ميه، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. انا عايزه هنا السائل ده ما يكونش ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، لو احتجت شويه ميه كمان هزودهم. عايزاها حاجه تبقى اخف من الكيك شويه كده. هجيب بقى البوله التانية معايا هنا، وهنزل فيها بكوبايتين دقيق، ومعاها ربع كوبايه نشا، ونص معلقه بيكنج باودر، وهحط نفس البهارات اللي حطيتها في البوله الاولانيه في البوله دي. بس هنا هتبقى جافه، مش هحط لها ميه. ليه؟ عشان هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. خلاص كده هقلبها خلطه كويس قوي مع بعض. وابدا بقى اجيب الفراخ بتاعتي بعد ما تبلتها، قلت لك ساعه او ساعتين في المحلول بتاعها كده بالشكل ده، وابدا انزلها في التتبيله السائله كده بالشكل ده كده، وانقعها فيها شويه واقلبها مع بعضها كده عشان تتشرب التتبيله كويس قوي. وبعد كده هخرجها بقى من التتبيله دي، وابدا انزل بيها على التتبيله الجافه، واقلبها فيها كويس قوي كده. طبعا مش بايدي اللي هشيل بيها عشان خاطر ما اخليش الدقيق مبلول معايا، بس بقى لازم اكبسها كويس قوي بالشكل ده. لو لقيت الكفر بتاعها مش متماسك قوي، برجع ادخلها في العجينه السائله تاني وارجع بيها في الدقيق تاني بالشكل اللي انت شايفاه كده. اول اهم حاجه انك تكبسي الدقيق عليها بايديكي عشان خاطر يتماسك الكفر بتاعها، يبقى متماسك واحنا بنقليه ما يفكش منك. خلاص كده هنعمل الكميه كلها بالشكل ده. ابدا بقى اجهز الزيت بتاعي. هنا انا هقليها مش في طاسه، هقليها في حله عشان انا عايزه الزيت غزير شويه، وكمان عشان ما يطرطش مني واحنا بنسوي الفراخ. هنا بقى التكايه المهمه بقى عشان خاطر الفراخ تبقى مستويه معاكي من جوه وحلوه قوي ومقرمشه من بره. اول 5 دقايق هعلي النار. بعد 5 دقايق بالظبط هوطي النار، وهسيبها حوالي ربع ساعه على نار هاديه على البوتاجاز بالشكل ده لغايه ما تستوي، وهقلبها على الوشين بالطريقه دي كده. اول ما احس بقى انها استوت تاخد ربع ساعه بالظبط. بعد كده هعلي النار عليها تاني 5 دقايق عشان تقرمش معايا بقى وتنشف معايا كده في النار وتبقى حلوه، الكفر بتاعها يبقى متماسك ويبقى ناشف معايا وحلو. خلاص كده بخرجها بالشكل ده خلاص. وهنخلص بقى الكميه كلها بالشكل ده. وهنا في تكايه تانية، وانا بخرجها مش عايزه اخرجها على مناديل ولا ورق عشان ما تطرش معايا. وشوفي بقى طالعه جميله ناشفه من بره ومقرمشه جدا من بره زي فراخ كنتاكي بالظبط. خلاص كده خلصت الكميه كلها معاكي. ونبدا بقى نعمل رز الريزو. هعمله لكم برده بطريقه سهله جدا. هجيب هنا الحله بتاعتي وانزل فيها بشويه زيت صغيرين، شويه كركم، شويه كاري، بصل باودر، توم باودر، شويه فلفل اسود، بابريكا، وهقلبهم كلهم في الزيت بالشكل ده لغايه ما ريحتهم تطلع معايا كده. اكون غاسله الرز بتاعي، رز ابيض عادي جدا، ومصفياه، هنزل بيه على التتبيله دي واقلبه كويس قوي. بعد كده هنزل بصلايه مبشوره قطع صغيره وهقلبها على الرز بالشكل ده، واحط بقى الملح بتاعي وابدا انزل عليه بالميه سخنه. هنا الرز زي ما انا قلت لك قبل كده، كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، دي المقادير بتاعته. هقلب بقى الرز، وبعد كده بقى عشان يديكي طعم الرز الريزو هنزل بمعلقه عسل اسود عليه بالشكل ده. لو بتحب الرز حلو شويه هتنزلي بمعلقتين، لو حباه ما يبقاش مسكر معاكي شويه معلقه واحده كفايه. طلع بالشكل الجميل ده خلاص. طبعا بتهدي عليه النار لغايه ما يستوي ويطلع معاكي بالشكل ده. كده خلصت معاكم بقى وجبه كنتاكي الجميله النهارده، اللي هي فراخ البروستد والرز الريزو. يا رب الطريقه دي تعجبكم، ودايما كده اكون بقدم لكم كل جديد.
وقولوا لي بقى رايكم ايه في الكومنتات، والولاد هتعجبهم الطريقه دي ولا لا، وان شاء الله هتغنيهم عن ان هم ياكلوا بره البيت. وشوفي بقى انا بفتحها لك اهوت، شوفي مقرمشه من بره ومن جوه طريه وجميله ومستويه وحلوه قوي. عشان في ناس بتقول لك احنا بنعملها بالطريقه دي وبتبقى من جوه مش مستويه ومش حلوه، لا هي طالعه مستويه وجميله جدا، ومن غير طبعا ما نسلقها ولا اي حاجه، وطالعه بالشكل الجميل ده. وتاكلوها بقى يا حبايبي بالهنا والشفا. وعايزه بقى ادعمكم دايما ليا على طول، عشان قناتي هتكبر بيكم وليكم ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد مع اكله هنيه.